صار الفنان ياخذ اكثر مما تاخذ العروسه. بتاخد كم في الشهر؟ 7 جنيه. كم؟ 7 جنيه في الشهر. في الشهر. مراتك وحماتك؟ و7 عيال؟ وبتاخد 7 جنيه؟ اتكل على الله واشتغل رقاصه يلا. حمود السماح $5000. محمد نبيل $3000. 1500. عبد النعامي $3000. اصيل ابو بكر $3000. الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قاعة المريم $1000. قاعة مدينة 900. التاج الكبرى. قاعة اللوفر $1500. احنا ما بنفتريش على حد، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا، كله بالاوراق والمستندات. Porque te estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. طبت اسعار الفنانين الان صنعاء والاسعار الضخمه والمغريه. صار الفنان ياخذ اكثر مما تاخذ العروسه. حمود السماح $5000. محمد نبيل $3000. علي خربي 1500. عبد النعامي $3000. اصيل ابو بكر $3000. محمد شاهر $500. يحيى عنبه $3000. احمد غازي $600. عاطف المصري $500. حبيب عبد الواحد $1000. اسامه عسكران $1000. خالد العدادي $1000. محمد العماد $1500. سامة خزاعي $2000. وسام عنبه $1500. يحيى رسام $1000. محمد السلماني $500. طه باكر $2000. فيصل بدجي $3000. محمد ابو بكر $1500. يعني بس بتشوفوا ايش التكاليف. برضو هذه تكاليف الكوش. هذه الكوشة $100 $300. برضو هنا باقي معك الاستيجات الزفة $300 $100 200. معاملة التصوير 400 300. هذا باقي معنا ايضا معامل التصوير. معامل التصوير هذه برضو قاعات من 850. قاعة المريم $1000. قاعة مدينة 900. التاج الكبرى. قاعة اللوفر $1500. هذه بالنسبة للأشياء. أما بالنسبة لعالم البنات والتكاليف الباهظة، فساتين الأعراس الأشياء هذه. طبعا في شباب كان معهم مبادرة اسمها أتمم فرحتك بأقل تكاليف، وكان المبادرة هذه بتهدف إلى توعية الشباب وتشجيع الشباب على عدم الإسراف. يعني الشباب منهم الشبان والفتيات تشجعهم على عدم التسريف، على عدم الإسراف المالي والتبذير في الأعراس. تهدف هذه الحملة أيضا إلى توعية أكبر شريحة من المجتمع لأجل أن نخلق مجتمع واعي خالي من التبذير، لأنه حرم الله التبذير كما قال في قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب ممكن تقول لنا على أي اعتماد اعتمدتوا في هذه الأسعار؟ كيف خرجتوها؟ والله كانت الأسعار اعتمادا على منظمين المتعهدين الحفلات والأعراس. يعني الأسعار مضبوطة؟ في أسعار مضبوطة وفي أسعار يعني مبالغ فيها، وفي أسعار يمكن ما كانت حقيقية، في كانت عادي أكثر أرفع، مثل تبذير سواء كان $2000 $1000. هذا تبذير، احنا لا نطلق هذا الشيء. سواء من الأعراس. احنا مش منتقدين اللي ضارين معنا أبدا والقاعات. أيوة. احنا منتقدين ان احنا اللي وصلناهم لهذا الشيء ولا ما يوصلوش. يعني هو بايجي لك بايجي لك. وايضا في ذلك في تطور يعني. أيوة. بعد ان تصعد القاعه اليوم صاحب القاعه يفعل ديكور تمام. في هذه السنه الثانيه يطور ديكور افضل من الاول، وثم يزيد في الاسعار، يعني يزيد اسعار مبالغه، يزيد في السعر. فاحنا رافضين هذا الشيء نهائيا. رسالتك للشباب أن يقيموا أعراس بسيطة خالية من التبذير. افرح في بيتك ما فيش داعي للقاعة. الذي معي ضيوف يعني أكثر من أنا أفضل إنه قاعة ب70,000 والله أفضل من قاعة اللي 2000 ب3000 ما فيش داعي لها والله. فإحنا نشي نمنع هذا الشيء، إنه الشخص يضيف أكثر من 1000 شخص، أكثر من 800 900. فهذا أشياء يعني ما يرضي بها الله والله.